أهلا بيكم. أرشان فاندكولو العقل المدبر لأكبر جريمة سرقة فلوس من كروت البنوك، كان قادر هو والعصابة اللي كونها على مستوى 27 دولة إنه يسحب مبالغ طائلة في عدد كبير جدا من السحوبات من غير ما البنوك تعرف، لأن البنوك أساساً ما كانتش لسه وصل لها معلومات الكروت ولا كانت الكروت اتطبعت أصلاً. في بداية 2011 اتعملت أكتر من 15,000 عملية سحب على كروت شركة اسمها FIS، واللي بدورها تسببت في سرقة 10 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها، والكروت دي كانت تابعة للصليب الأحمر الأمريكي. في 2012 الأخ فاندكولو وواحد صاحبه كان عندهم أكسس لشركة تانية في الهند مسؤولة عن بيانات كروت مسبقة الدفع خاصة ببنكين كبار في الشرق الأوسط، وبسبب التحكم في السيستم بتاع الشركات زي ما قلت لك قدروا يزودوا حد السحب والحد المتاح للكروت، وتم سحب حوالي 5 مليون دولار في حوالي 5000 عملية سحب في أكتر من 20 دولة منهم مصر ودول تانية زي الولايات المتحدة. في 2013 شركة تانية اسمها انستيج تم اختراقها عن طريق فاندكولو وواحد صاحبه، والشركة دي كانت مسؤولة عن بطاقات مسبقة الدفع لبنك كبير جدا برضه في الشرق الأوسط، والشركة دي كانت في كاليفورنيا في الولايات المتحدة. وزي ما عرفت الأخ فاندكولو وصاحبه كانوا بيحرصوا على أنهم يتحكموا في السيستم بتاع الشركات اللي بيخترقوها، والشركة الأخيرة دي كانت مسؤولة عن كروت لبنك كبير زي ما قلت لك في بلد عربي. وعن طريق المعلومات بتاعة الكروت اللي اتسرقت تم التحكم في حد السحب بتاعها وقيمتها عن طريق فاندكولو، وتم إرسال البيانات لعصابة السحب حوالين العالم اللي قدرت ساعتها في الفترة من 19 ل 20 فبراير 2013، يعني خلال ساعات وعن طريق أكتر من 36 ألف عملية سحب تم سرقة حوالي 40 مليون دولار في 24 دولة حوالين العالم، منهم الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ومصر. حضرتك بقى شايف كمية الملايين اللي اتسرقت في فترة قليلة؟ شيء مرعب الحقيقة. المهم المبلغ المرعب اللي سمعته من شوية ده ال 40 مليون دولار اللي اتسرقوا من كروت تابعة البنك في دولة عربية، كان جزء كبير من المبلغ زي ما قلت لك اتسحب في دول كتير منها الولايات المتحدة، وده اللي خلى الولايات المتحدة طبعا طرف كبير في القضية دي، خصوصا كمان ان اغلب الشركات بتاعت المعاملات المالية دي موجودة اصلا في الولايات المتحدة. فاندكولو كان عارف طبعا الفلوس دي بتتسحب فين، وكان دايما بيبعت لاصدقائه الهاكرز خصوصا واحد اسمه الحركي جراند جوري اوعى تسافر امريكا عشان عملاء المباحث الفيدرالية في كل حتة هناك، وفي ناس من اللي كانوا بيسحبوا فلوس من امريكا اتقبض عليهم، واكيد المباحث الفيدرالية هتبدأ تدور وراهم. مين بقى اللي اتقبض عليهم في امريكا وكانوا مشكلة بالنسبة للاخ فاندكولو؟ أعضاء الخلية اللي اتقبض عليهم في أمريكا، تخيل قدروا يسحبوا أكتر من 2.8 مليون دولار في أقل من 24 ساعة، وتحديداً في نيويورك. والفلوس دي كانت جزء بسيط من الفلوس اللي اتسرقت من البنك العربي اللي اتسرق من بطاقاته 40 مليون دولار. الإخوة بقى اسمهم إلفيز رافائيل رودريجيز وإمير ياسر رياجي وإيفان خوسيه بينا، كلهم أمريكان أعمارهم من 24 ل 35 سنة، كانوا أبطال سرقة الفلوس من نيويورك. البهوات دول بقى كانوا مصورين نفسهم بالفلوس زي ما حضرتك شايف كده، حوالي 40,000 دولار في صورة واحدة على موبايلاتهم، ده غير طبعا الساعات الغالية والأجهزة الإلكترونية وعربية بورش. كمان طبعا الحاجات دي كلها كانت أحراز في القضية اللي اتفتحت في الولايات المتحدة بعد القبض عليهم. تخيل الرجالة دي أودعوا في حساب تابع لواحد منهم في يوم واحد بس مبلغ 150,000 دولار في بنك في ميامي. وطبعا كل الكلام ده موجود وموثق في القضية بتاعتهم بعد ما تم القبض عليهم واتحكم عليهم بالسجن 50 شهر وغرامة 250,000 دولار. طبعا في غيرهم اتقبض عليهم في أمريكا، سواء كانوا مشاركين بقى في سحب الفلوس أو في غسل مبالغ كبيرة متحصلة من الجريمة دي، وده اللي كبر القضية دي وبدأت الجرايد تكتب عنها، خصوصا بعد ما الحكم القضائي ما صدر، وساعتها الأخ فاندكولو عرف إن هو في تركيا إن الموضوع بقى كبير. اللي حصل ده خلى فاندكولو يبعت لكل المشتركين في العصابة اللي عملها إنهم يمسحوا أي أدلة أو معلومات من الأجهزة بتاعتهم ممكن تدينهم، سواء أرقام بطاقات الائتمان أو أي معلومات تواصل أو برامج بتستخدم لنسخ المعلومات بتاعة الكروت أو حسابات على منتديات الاختراقات. طبعا المباحث الفيدرالية والهوملاند سيكيورتي كانوا بيحققوا في الموضوع ومعاهم معلومات عن الأخ فاندكولو من الناس اللي اتقبض عليهم، لكن طبعا وجوده في تركيا ما كانش بيخلي الموضوع سهل في القبض عليه. لحظه المهبب بقى الأخ فاندكولو سافر لألمانيا في رحلة سريعة تحديداً في ديسمبر 2013. في 17 ديسمبر 2013 السلطات الألمانية جالها إخطار دبلوماسي من الولايات المتحدة بوجود شخص مطلوب القبض عليه من قبل السلطات لمحاكمته في أمريكا، وهو المواطن التركي أرشان فاندكولو. يوم 19 ديسمبر 2013 السلطات الألمانية قبضت على الأخ فاندكولو في فندق قريب من مطار فرانكفورت في ألمانيا. وفي 27 ديسمبر 2013 محكمة الاستئناف في فرانكفورت
طالبت باستمرار حبس المتهم تمهيدا لترحيله للولايات المتحدة طبقا لاتفاقية تبادل المجرمين بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. يسكت بقى الأخ فندقولو؟ لا طبعا، ده موضوع كبير سعادتك، وراجل هاكر بقى قد الدنيا ومعاه فلوس. تخيل عمل ايه بقى؟ الحتة دي مهمة جدا لو حد حابب يقرأ تفاصيل القضية دي سواء في ألمانيا أو في أمريكا، لأنها تتدرس الحقيقة. فندقولو قدم طلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن طريق محامي كبير، وقال لك إن طلب السلطات الأمريكية مخالف لحقوق الإنسان، وإنه هيتعرض للتعذيب وكمان هيتحبس عدد سنين مش أقل من 250 سنة، وده ضد حقوق الإنسان وقصة كبيرة بقى سعادتك. الموضوع طبعا خد وقت وسجال في المحكمة الأوروبية اللي في النهاية، وبعد مناقشات تواصل مع وزارة العدل الأمريكية ومحكمة الاستئناف في فرانكفورت، قررت المحكمة الأوروبية إن طلب الأخ فندقولو غير مقبول، وإنه مفيش أي حاجة تمنع ترحيله للولايات المتحدة للمحاكمة، وإن الحكم مش هيبقى كبير زي ما هو بيدعي، خصوصا لو اعترف بالجرائم ووصل لاتفاق مع السلطات الأمريكية. بالفعل ترحل فندقولو للولايات المتحدة في 2015، وفي 2017 تم الحكم على فندقولو بالسجن 8 سنين لدوره كفاعل رئيسي في عمليات الاختراق دي من 2011 ل 2013، إضافة طبعا لتغريم وتعويض بقيمة 55 مليون دولار كجزء من الحكم. بغض النظر بقى عن الحكاية وكمية الملايين اللي اتسرقت، تظل قصة فندقولو شاهد على حجم الخسائر اللي ممكن تسببها الجرائم السيبرانية حوالين العالم. المجرم ممكن يسرق ملايين من غير ما يتحرك من مكانه زي ما شفت. في النهاية ومع تطور الجريمة السيبرانية، احنا محتاجين برضو تطور على المستوى الأمني ومستوى القانوني. قضايا من النوع ده مليانة كمية تفاصيل فنية وقانونية لا تتخيلها، مش سهل أبدا إن جهة واحدة تحل لغز جريمة زي دي، وده محتاج كفاءات على المستوى التقني القانوني وتدريب وتوعية وبرامج متخصصة لمكافحة الجريمة اللي من النوع ده، لأن المجرم ما عادش بيدور على الفلوس في إيد الناس في الشارع. المجرم مش محتاج يسافر أو ينزل من البيت، لأن الضحايا موجودين على الإنترنت. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.